يعني انا بيتهيألي الموضوع دوت رايح في حته تانية خالص غير اللي احنا شايفينها دلوقتي. ايه اكتر حاجه توكسيك قابلتها في المجال الايام اللي فاتت دي؟ صباح الفل. يا صباح الفل. ازاي معليك؟ ازيك يا حاسين جدا منزلك في البرد الفظيع ده مبدئيا يعني. ده الجو حر جدا. الجو حر جدا. ايه الاخبار؟ تمام الحمد اهلا لله. بيك فريد فلاج. الله يخليك. اول حاجه كده عرفنا على نفسك. انا شريف سامي، العضو منتدب ورئيس تنفيذي لشركه هاوسولوجي ريل استيت. اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك. كنت عايز اسالك اول سؤال، بما ان انا فريد فلاج، ايه اكتر حاجه توكسيك قابلتها في المجال الايام اللي فاتت دي؟ والله التوكسيك في المجال دي حاجه يعني بالنسبه لي ممكن يبقى سؤال مفاجئ شويه، لان انا جاي من كوربريت باك جراوند. فلما دخلت المجال كنت الكارير بتاعي كله كان شركات مالتي ناشونالز وشركات ليها نظام مختلف. فكان كل المجال بالنسبه لي توكسيك الحقيقه، لان نظام مختلف، مجال ما فيهوش انت اتصدمت في الاول شويه؟ ما فيهوش يعني اي جهه تنظيميه وكده، فكان طبعا بالنسبه لي توكسيك. مع الوقت ما بقاش توكسيك خالص، بقى نورمال يعني. ابتديت تكوب على الدنيا. بالظبط، خلاص مع الوقت بتستعد انك انت تخش بقى الطريقه مختلفه وتعود عليها، وخلاص ما فيش حاجه توكسيك يعني، اكسبكت كل حاجه. ودلوقتي خلاص الدنيا لا خلاص دلوقتي فريش والدنيا خلاص جميله، الدنيا احلى حاجه، كله احلى حاجه الحمد لله. هسألك سؤال تاني، لو في فرصه ضاعت تفتكر ممكن تعوض؟ يعني طول ما انت بتجتهد وبتعمل اللي عليك، مفيش فرصه بتضيع الا لما بتيجي احسن منها. اوكي. دايما الفرصه التانية احسن يعني. حلو قوي الفايب دي. ممكن ازعل لو حاسس ان انا ما عملتش اللي عليا وما عملتش المجهود الكفايه، بس لا طبعا فرص كتير بتيجي وبتعتقد ان دي احلى فرصه في الدنيا، وتلاقي اللي بعدها احلى منها بكتير، واللي بعدها احلى واحلى. حلو. في دماغك حاجه معينه كنت اتضايقت عليها او حاجه زي كده، ولا الدنيا حاجات كتير قبل كده؟ كتير طبعا، كتير يعني طول ما احنا كتير. شغالين بيحصل فرص وتشتغل عليها وتتعب وانت عارف احنا عندنا ارقام بتزعل، يعني تلاقي نفسك شغال شهرين ثلاثه. واحنا صغيرين لما كنت بشتغل بايدي، لما كان حد مثلا يجي لي يقول لي بقى انا هاجي وبتاع وبالك ديل انا واخويا وابويا وابن عمي وبتاع وبيلدينج كده، نقعد بقى نحسب بالارقام مش عارف ايه، والكوميشن خلاص اكني قبضته وجبت بيها كذا وجبت بيها كذا، صرفته كمان بالظبط. لا وكتير جدا كتير جدا مواقف كتير، بس الواحد الاول كان بيزعل في اللحظه. اوكي. بعد كده بتلاقي ان انت خلاص يعني دي بتعدي، وعايز تفكر في اللي بعدها وتفكر في اللي بعدها وتعلمت ونضجت اكتر انك انت تفكر في اللي بعده اسرع. صح. لان كل ما قمت واتحركت اسرا، كل ما الفرصه اللي بعدها جت اكتر. صح. يعني اسرع برضه. مظبوط. صح. سؤالك سؤال صعب قوي، بس هو مكتوب لي كده يعني ممكن اتعدل لك بقى شويه. تعدل لي بقى يعني تعدل لي. يلا انا اتعدل لك انا كمان. قول لي، مكتوب هنا لخص حياتك العمليه في 3 كلمات. ده صعب جدا. طيب ممكن الخصهم لك 3 كتب ده. ممكن الخصهم لك في 3 مراحل، كل مرحله فيهم ليها اسم. حلو. ايه رايك؟ يلا بينا. المرحله الاولانيه مرحله السكوت، انت بتسكت خالص وبتتعلم بس. حلو دي. تقعد تobserve وتتعلم من كل اللي حواليك، وبيجي لك اوردرات انت مش فاهمها، بيجي لك تاسكات انت مش عارف تعملها، فبتسكت خالص تعلم. بتسمع. بالظبط. اوكي. المرحله اللي بعدها مرحله البرفورمينج بقى، اللي انت بتبدا تشتغل من غير ما تاخد الاوردرات دي. بتحرك نفسك، بتعرف ازاي تدي الاوردر لنفسك عشان توصل لحاجه معينه انت حاططها لنفسك، هدف، تاسك هتخلص، اي حاجه. اوكي. المرحله اللي بعدها هي مرحله الابداع بقى، انك انت توصل للي انت عايزه، بتجني ثمار اللي انت اتعلمته وسمعته وتعبت فيه، وبتبتدي بقى تطير. حصيله خبراتك كلها بتساعدك انك انت تطور من نفسك وتطور من طريقتك، ويبقى عندك ابداع انك تعمل الحاجه بشكل مختلف، طلع نتيجه احسن. اوكي. في وقت اسرع، بكواليتي اعلى. هم دول ال3 مراحل اللي انا ممكن اكون ولازلت لحد النهارده بتعلم. أوكي. وبعدين بأدي وبعدين بطور. هي مرحله لا نهائيه يعني، هو لوب انت بتخش فيه ما بيخلصش. اوكي. بس شكل التاسكات بيختلف، شكل النتائج طبعا اكيد بيختلف. اوكي. بس سؤال فعلا حلو. يعني الواحد محتاج يرفلكت على نفسه كل شويه ويقول انا في أي مرحله فيهم وليه واللي جايه ايه وكده. سؤال جميل بحيك عليه. انت فكرتني بحاجه يعني ما اعرفش يمكن الاسم يخوني او حاجه، بس يعني ممكن حد يلحقني. كان في مره حد شاف الفنان الكبير ليوناردو، فقال له ارسم لي لوحه كده، فرسمها له في مفيش في 6 دقايق. فطلب رقم كبير جدا، فقال له انت في 6 دقايق عايز تاخد مني الرقم ده؟ قال له ما انا قعدت 20 سنه
عشان اعرف في 6 دقايق ارسم لك الرسمه دي. بالظبط. فهي حاجه شبه كده. بالظبط. هو انت مجموعه الخبرات اللي انت بتكتسبها على مدار السنين هي اللي بتساعدك دايما انك انت تتعلم اسرع وتأدي احسن. اوكي. وتبقى عندك هي الخبره الخبرة. لا تشترى. الخبره هي مكتسبه يعني. الكنز الموجود بالظبط. في الحصيله اللي فاتت. بالظبط. ايه اللي بيأثر على الاسعار الريل استيت من وجهة نظرك؟ خصوصا ان انت لو كنت جيت قلت لي مثلا يا شرف باشا على فكره يا نظمي الثري بيدروم دلوقتي اللي كنا بنبيعه من كذا بمليون جنيه ولا ب2 مليون جنيه النهارده بقى ب 30 مليون جنيه، ما افتكرش ان احنا كنا مش مصدقين اللي بيحصل دلوقتي. الاسعار راحت فين وايه اللي بيغيرها من وجهة نظر معاليك؟ حاجات كتير قوي. لان هو الريل استيت هو سلعه. اوكي. على حسب هتستعملها ازاي بتبقى عليها طلب. بيأثر عليه السلعات تانية كتير. يعني لو انا مثلا راجل مستثمر هستثمر في ذهب، ممكن هستثمر في اسهم، ممكن هستثمر في معادن، ممكن في ريل استيت، ممكن. تحرك الحاجات التانية بيأثر بشكل ايجابي على او سلبي طبعا على الريل استيت، سواء الطلب عليه او البعد عنه يعني. فده مؤثر اساسي. ده جانب يمكن شوية عملي، لكن في جانب تاني مشاعري. احنا كمصريين بنحب العقار. البيت، الدار. انت حاسس ان انت تمام. انا امان. انا عندي بيت، انا تمام. عندي 2 تمام اكتر. بالظبط. فاحنا يمكن يكون عندنا الطلب على العقار شوية ايموشنال اكتر منه براكتيكال. صح. وده بيزود الطلب على العقار. وكل حاجه، رجاله وستات وصغيرين وكبار، هو عنده بتفكر. البيت، سواء البيت او المحل اللي بيشتغل فيه او المصيف اللي بنروحه. ومن زمان واحنا صغيرين بقى كان مثلا في العجمي، ولا دلوقتي مثلا بقى في الساحل، ولا عندنا البيت ده حاجه كده يعني. امان. عارف عرضك امان. انا تمام. انا في التمام طول ما انا معايا حاجتي. ولو بقت بيت بقوا 2 بقوا 3 مش مشكله. انا حاسس ان انا دايما بنفكر لو وقعت ايه اللي هيسندني. لو وقعت البيت هيسندني، لا هبيعه يعني. حته ارض مش يعني. دايما ده فكر شويه. ده الفكر. ثقافتنا يعني. صح. وممكن يكون بيأثر على العرض والطلب. وانت عارف كمان حاجه مهمه جدا انا بحسها دايما، ان عشان مثلا الناس مثلا اللي بتتاجر مثلا في البورصه ده محتاج واحد فاهم. الناس مثلا اللي بتتاجر مثلا في الدولار وفي الذهب محتاج واحد امتى يشتري وامتى يبيع. البروبرتي بشكل عام مش كده. انا اي حد يعني، لو والدتي ووالدة حضرتك ايا كان الناس حتى كبيره، مفيش اي ريسك بجد. مش لازم تبقى خبير عشان تشتري بيت وعشان هي مثلا تأجره مثلا. هي يعني اي حد ممكن يخش في التجاره دي. ده قصدي. صحيح طبعا. لكن لازم يخش باستشارات يعني طبعا اكيد مظبوطه، ياخد رأي مظبوط. لان ما هو ممكن يشتري بيت في حته كويسه بس في موقع وحش يضايقه شويه وهو بيبيعه. يعني محتاج ان هو برضو يكون عنده شويه علم في الموضوع، او ياخد رأي حد عنده خبره، حد قريبه، حد صاحبه. ايدك تمام. صح. ما خاب الاستشار. لكن طبعا هو البيت حاجه جميله يعني. العقار عموما. مظبوط. قول لي بقى، احكي لي اخترت ريد كولابوريشن ليه؟ انت راجل مبدئيا انا عارفك من زمان، وبصراحه بيعجبني جدا طريقه تفكيرك ودماغك وتنظيمك ومتأني جدا جدا جدا. في مش بقول لك كده عشان احنا دي مع بعض وفي كاميرات وبتاع، بس دي حقيقه. انت راجل بتسجل الكلام ده. متسجل. بس بجد انت حد يعني لما بتاخد حاجه انا متاكد اللي انا ما بشوفوش ان انت بتبقى درست حاجات كتير جدا وشفت حاجات كتير جدا. اخترت ليه ريد كولابوريشن؟ على المستوى العملي بقى ممكن نتكلم على موضوع الكولابوريشن دوت. يعني اول حاجه اقدر اتكلم عليها سيستم، نظام. اي حاجه في الدنيا بتنجح بالنظام. لو في حد فاهم حط نظام كويس واضح لكل الناس، اكيد هنروح بيه في حته احسن لكل الناس برضو. الحاجه التانية مزايا. النهارده اكيد انا لما ابقى شغال لوحدي غير لما انا وانت نبقى شغالين مع بعض، غير لما انا وانت و50 شركه تانيين نبقى شغالين مع بعض. هنطلع بافكار، هنطلع بحلول للتشالنجز اللي كلنا بنقابلها، هنطلع بادوات افضل تساعدنا ان احنا نشتغل بشكل افضل. زي مثلا مشاكل احنا بنعاني منها كلنا، مثلا زي الريكروتمنت. يبقى في تيم للريكروتمنت بيساعد الناس كلها. زي التريننج، يبقى في تيم بيعمل تريننج وبيأهل الناس بشكل مختلف شويه. لو احنا عايزين نعمل حاجه مميزه، اكيد مجموعه العقول اللي موجوده ديت هتعمل حاجه اقوى بكتير من انا ابقى شغال لوحدي او انت لوحدك او غيره، وهكذا يعني.
بس ريد كولابوريشن هي مجموعه ناس محترمه ليهم هيستوري في المجال، عارفين بيعملوا ايه، اضافه لاي حد ممكن يكون معاهم. اكيد هيعملوا حاجه اقوى بكتير من اللي ممكن اي حد يتخيله. اعتقد احنا نفسنا مش متخيلين ممكن نعمل ايه. بالتالي احنا لسه ما وصلناش الحته دي لسه يعني. اللي جاي احلى كتير. جاي كتير. احنا ما عندناش تصور لسه للسقف مفتوح فعلا يعني. انا بتهيالي كده ودي رؤيتي يعني الموضوع. انا فاكر مستر خالد مره كان قاعد مع حضرتك وقال لك على موضوع الكولابوريشن ان هو 1 + 1 = 3. مظبوط. هي نفس اللي حضرتك بتقوله، ان هو يعني انا مهما كنت قوي بحضرتك اكيد اقوى، وحضرتك مهما كنت قوي برضو بالريد كولابوريشن اقوى. فاحنا الاثنين مع بعض هنعرف نعمل حاجات ما عرفناش كل واحد فينا يعملها لوحده، وما يتخيلهاش لوحده كمان يعني. انا بتهيالي الموضوع دوت رايح في حته تانية خالص غير اللي احنا شايفينها دلوقتي. في فيجن ده اكيد، في بوم جامده جدا ان شاء الله. في فيجن ده اكيد، بس اللي اكيد برضو ان هو في حاجات بيوند الفيجن دي. هايل يعني هايل. ان شاء الله باذن الله نعملها سوا ان شاء الله تصور. في 2025 ان شاء الله. ان شاء الله احنا هو شغالين، وان شاء الله اللي جاي ان شاء الله عظيم يا رب ان شاء الله باذن الله. هنا في سؤال هساله لك، بس انا هخالف التقاليد وانا اللي هجاوب. هنا بيقول لي سؤال لحضرتك، طبعا ممكن تبقى سي او ناجح في سنه 30. انا حاسس ان انت اتولدت سي او. يعني انا لما باجي لك المكتب عندك وبشوف الناس وهي بتشتغل في نظام، في ناس كده قاعده كانها واخده اوردر، مش عايزين نعمل دوشه، مفيش حد بيتحرك في الكوريدور، كل النوت بوك حتى والحاجه بتاعت الناس اللي مش موجوده والكرسي محطوط اكنه لسه محطوط النهارده من داي 1. انت عامل نظام للناس العاملين ابتدوا ياخدوا منك شويه كتير. نظام يعني نظام جد عشان انت جاي بس. لا بجد والله انا ساعات باجي ما بقولكش، بس انا بشوفهم كده برضه عندك. لا والله ما فيش حد اتولد سي او طبعا. هو يعني انا ما اعرفش اصلا سي او دي عباره عن ايه يعني. ما اعرفش وما بحبهاش بصراحه الكلمه دي، لانها بحس انها طريقه للتفكير ممكن تكون نمطيه شويه. بس لا احنا الجو عندنا بيبقى لطيف. ما اعرفش، هو الفكره في النظام دايما. انا مؤمن جدا بالنظام. لا هو لطيف جدا بس في نظام. ما خلي بالك انا اصلي برضه كوربت جدا جدا. كل عايزك قمر مع وجود النظام. انت بتحب النظام وانا بحب جدا النظام على فكره، جدا 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 فوق ما تتخيل. فانا حاسس ان انت ان هم كمان حابين الطريقه دي. هي دايما الواحد لما بيبقى شغال بطريقه عشوائيه بيطلع نتائج. لو غيرت له الطريقه ونظمتها شويه هيطلع نتائج احسن. دي حقيقه. هو بيدرك دوت يعني. الناس بتعرف ان هي بتنتج احسن في طريقه منظمه لما بتكون دماغها مترتبه، بترتب اولوياتها، بتتحرك بطريقه فعاله اكتر، بتنتج احسن، بتحب النظام. حلو. بس ده ما يمنعش ان احنا محتاجين برضو شيء من العشوائيه في حياتنا، يطلعنا شويه بره الطريقه النمطيه ويخلينا يدي مساحه للابداع. لان هو الابداع اصلا بيتولد من العشوائيه مش من النظام. انت لازم تطلع. بتعرف تعمل كده شويه؟ بحاول. ما اعرفش مش عارف يعني. مش عارف. انت ممكن تقول لي اكتر بره الشغل. ممكن انت شويه هفتن شويه على الناس عليك بقى. الراجل دوت يعني بيحب جدا الغطس وبيقنعني ان انا انزل اغطس معاه مع القروش. فهنروح اثنين وهنرجع واحد. والله هتحبهم قوي. احبهم جدا جمال جدا والله. وبعدين بقول لك يعني قال لي اهم حاجه تبقى كويس ما بتعملش حاجه. هو سمكه لطيفه. السمكه لطيفه ده قرش. سمكه لطيفه ايه؟ عشان قرش. عشان قرش. انت شايفه كده فعلا من كتر ما انت بتغطس معاهم. لا ده كائن جميل قوي. بس لا طبعا يعني هرجع تاني للسؤال. ما فيش حد بتولد سي او يعني. وهو الموضوع كله انك انت تبقى دايما عارف انت عايز تعمل ايه، عندك رؤيه. اللي بيميزك عن غيرك دايما الرؤيه، حتى لو انت مش سي او يعني. شايف واحنا بياعين صغيرين بتبقى شايف بعد تاني للديل، شايف زاويه تانية من الموضوع. الفرق ما بين البياع الشاطر والبياع اللي مش شاطر ان هو في واحد شايف الموضوع من زاويه مختلفه، فبيتحرك اسرع، بياخد قرارات احسن. وده سي اي او بالظبط. هو انت كمان بصراحه يعني اكتر حاجه بحسها جوه في المكتب سواء حضرتك او استاذ طبعا عبد العظيم ان الناس بتحبكم جدا جدا يعني. في حاله الحمد لله من حب الناس دي. فهو يعني بيعرف ينتج اكتر كمان، خصوصا لما بيبقى في بيئه هو بيحب الناس دي. الحمد لله. الحمد لله. بنحاول يعني على قد ما نقدر. واكيد في ناس بتزعل مننا وفي ناس بتبقى مبسوطه مننا، ودي حاجه يعني بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نبقى دايما عند حسن ظن الناس. يا رب يا رب. دي نجاح على طول دايما. هل بيجي على وقت على اي سي او ناجح
ان هو ساعات بيحس بالاحباط شويه، وهل دي ريد فلاج ولا لا؟ هو سي او ده بني ادم، هو ده بني ادم يحمل تايتل، التايتل بتاعه سي او، لكن هو بشر. اكيد في وقت من الاوقات بيحبط، واكيد في وقت من الاوقات بيحس ان هو ماشي في اتجاه غلط، واكيد بيحس ان هو محتاج فاته حاجه، محتاج يتعلم حاجه، في حلقه مفقوده، في بني ادم طبيعي بيتعلم. اكيد ريد فلاج او لا، يعني لا مش ريد فلاج طبعا، بس هي ممكن تكون حاجه ايجابيه احيانا، لان ساعات الاحباط بيخليك تشحن، فبيخليك تقوم اقوى وتقوم احسن وتفكر بفكر اصفى، او تتحرك بطريقه مختلفه تخليك انت اجمالا اهدى وشفت المواضيع من زاويه تانية. ف ما فيش حد بيفضل على طول طالع، لازم في ups and downs، دي سنة الحياة. النبض بتاعنا بيطلع وينزل، ما بيفضلش على نمط واحد. صح. فدي حاجة انت عارف، افتكر احنا كمان الجيل بتاعنا اتعرض لحاجات، يعني ازمات ماليه واقتصاديه وحروب وثوره وكورونا. الحاجات دي افتكر حتى اهالينا الكبار ما تعرضوش بالقصه دي، فافتكر الحاجات دي هي يعني طبعا كانت صعبه ساعتها، لكن علمتنا لقدام ان شاء الله يكون احسن بكتير. والله دي حاجه برضو يعني ايدك فيها 100%. احنا شفنا كتير ولسه هنشوف اكتر ان شاء الله. ودي حاجه كويسه، وبيضيف لنا خبرات وبيضيف لنا باور يا رب، عشان نبقى دايما احسن ومختلفين. طولت عليك يا شرف باشا، بس ليا سؤال هنا مهم. اتفضل. ايه اكتر حاجه اتعلمتها وحصلت لسيادتك ونفسك الناس ما تقعش فيها، في الشغل ولا بره الشغل؟ الاثنين. انا احب طبعا كلنا نسمع من سيادتك. انا ممكن اقول لك على حاجه، يعني يمكن مؤخرا ابتدت تظهر يعني زي الارم كده في دماغي. اختيار الناس اللي حواليك، الصحبه. ما تتنزلش عن الصحبه الكويسه، صح خالص، لا كزملاء ولا كمرؤوسين ولا كزمايل في الشغل ولا كاصحاب. فعلا ما تتنزلش، يعني الوقت اللي قدمت فيه تنازلات تأكد ان بعديه وقت يا اما هتقدم فيه تنازلات اكتر، يا اما هتحصد من التنازلات دي خسارات. ف ما تستخسرش انك تبقى في وسط كاليبر كويس، ما تستخسرش في نفسك الناس كويسة، انت كويس وانت تستاهل انك تبقى في وسط ناس كويسة تضيف لك وتتعلم منهم وتضيف لهم على قد ما تقدر، وتبقى دايما الفايبز اللي حواليك فايبز بوزيتيف. اختلاطك بالناس اللي هي توكسيك بيخليك دايما في مود توكسيك، انت صح. كمان بتعدي غيرك. صح. على المستوى العملي وعلى المستوى البيرسونال ما تتنزلش عن الصحبه الكويسه. ده كلام مهم جدا في حياتنا كلنا على فكره، يعني لان هو في الاخر انا متاكد ان الصاحب ساحب، وان انت هتبقى شبه الناس اللي انت موجود معاهم، ناس ناجحه وناس كويسه وناس شاطره، انت هتبقى واحد من الناس دي واحسن منهم، ولو عكس كده هيبقوا عكس كده. في مثل بيقول لك ايه، مصري بيقول لك ايه، من جاور السعيد يسعد. صح صح صح. السعيد ده اللي ناجح، السعيد ده اللي بيفكر بطريقه بوزيتيف، هو ده السعيد. وفعلا وجودك جنبه هيخليك زيه. وقت ما هيجي لك احباط هو اللي هيزقك ويسندك ويخليك تطلع من المود ويزقك في حته تانية احسن. ففعلا نصيحه بقولها لنفسي كل يوم، ما تتنازلش عن الصحبه الكويسه. فعلا يعني. بس يعني انا بجد يعني انا افتكرت حاجه دلوقتي وحابب اقولها. انا فاكر كويس جدا يوم ما هاوسولوجي انضمت للريد كولابوريشن، وكان بعديها على طول كان في ريد اكسبو، وكان الوقت قليل جدا. احنا دايما سيادتك عارف طبعا احنا بنقعد بقى في اخر اليوم الرابع مع الناس الاوبريشن وكده، ونشوف بقى الرانكينج وكده. ما شاء الله، يعني انا متعود على ارقام معينه او كده من ناس معينه، وكنا لسه متعرفين على سيادتك، كنا لسه مش عارفين الارقام ايه، لان حتى في ناس مثلا بالنسبه لهم الاكسبو هو لسه هيبتدي بقى اول مره ويشوفوا كده. ما شاء الله، الله اكبر. حضرتك لما دخلت حضرتك وتيمك كنت تقريبا رقم 1 او حاجه زي كده. شكرا، حلو علينا. فبجد انت من الناس الناجحه جدا. هاوسولوجي شركه كبيره جدا، شرف لريد كولابوريشن كلنا ان حضرتك موجود معانا في العيله الحلوه دي. هي حلوه بسيادتك، وان شاء الله باذن الله يكون اللي جاي احلى كتير كتير جدا. الله يخليك، انا اللي اتشرفت، وده شرف ليا فعلا. واحنا بقالنا مع بعض يمكن 2 سنين، كل يوم احلى من اللي قبله، والدنيا دايما شرف لينا جميله، وهتبقى احلى ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. ان شاء الله. مبسوط جدا بيك يا شرف باشا، وان شاء الله دايما في خير وسعاده سوا ان شاء الله. ربنا يخليك. ميرسي جدا. شكرا صديقي الجميل. حبيبي. الله يخليك. شكرا.